رسميا بحبكم كثير. والله صعبين، فلما هو يجيب 1000 توقع صح الناس ما بتحكي عليه. تأهل لبرشلونة، برشلونة سيفجر المفاجأة. بس لأقول لك سر عني قبل الجواب. لا تتعبونا انتوا. شو لا اتمنى ريال مدريد لكن اتوقع برشلونة. صانع المحتوى بشار عربي، أهلا وسهلا فيك على بوسطة. خبرنا كيف شعورك بعد ما رجعت لبلدك سوريا لأول مرة بحياتك؟ كنت مو مصدق اني موجود هون وقاعد عم بتنفس هوا سوريا ومش مصدق. سوريا جنة وبتجنن فعلا، والحمد لله انه الله كرمنا مشان نجي لهون نرجع لهون الحمد لله. يا ترى رح نشوف بشار عم يلعب بواحد من أندية البلد أو مع منتخب سوريا مثلا؟ خلص موضوع اللعب بنادي هذا مسح من مخي، لكن انه الواحد يمثل منتخب بلده هذا بيضل فخر لإله مدى الحياة. فأنا نفسي بيوم من الأيام إنه يصير، مع إنه أظن إنه صعب. أنا بالأخير في لاعبين وفي ناس قاعدة عم تتمرن كل يوم صبح وليل بينما أنا أصنع محتوى، فالموضوع هيكون جدا صعب إني أقدر أنافس فيهم. رح ننتقل معك لمكان تاني. شفناك شاركت ببرنامج تحدي ال30 لمساعد الفوزان، حابين نعرف كواليس هالبرنامج. في ضغط أنا مش متعود عليه تماما. أنا متعود على ضغط ملعب، على ضغط لعب، معتمد على أدائي الحركي وأدائي الجسدي، فإني أضبط عقلي بطريقة معينة. لكن موضوع الاستحضار هذا بده موهبة خارقة وإعداد خارق مختلف تماماً عن أي شيء ثاني. لعب في الدوريات الثلاثة الكبرى منذ عام 2010 حتى الآن. 70 اكانجي سونزي دياز جفارديول ووكر دالوت بسكا شو مالاسيا مارتينيز ماجواير اندلوف ايفانز وايت ومياسو ساليبا زيشينكو جابريل ماجاليش كارير تيمبر. الدكتور اللي جاي فوق تقريباً 70 اسم عدن. أنا هلا شغل لي تايمر وقال لي اذكر أي 70 اسم، مستحيل أقدر. فلك أن تتخيل ما شاء الله، الله يبارك له. وأنا سمعت كمان أنه هو حافظ القرآن الكريم. صحيح. واثق من أنه الشيء هذا فاده كتير. حابين نعرف رأيك بالمشكلة اللي صارت بين بلال حداد وأبو سروال. ليش ماسك الريد بول من كل قلبك؟ شكلك شهر كامل وانت تجمع حقها. ختمنا تنمر، مش تنمر بس تنمر. لا لك كلمة، في ناس بعالم صناعة المحتوى قلبها نظيف وطيب لدرجة أنت صعب تتخيلها. يعني أنا بلال حداد قابلته مرة، أبو سروال قابلته أكثر من مرة للأسف الشديد. فالاثنين أطيب منهم ما في. رح نلعب معك يا بشار لعبة سريعة. من صناع المحتوى مين بتختار؟ عبد الله أشكناني ولا مساعد الفوزان؟ ما بدي أقول وصف غلط، لكن مساعد هو اللي بدأ الموضوع. عبد الله أشكناني ما شاء الله طلع بعد مساعد الفوزان أو من خلال مساعد الفوزان وأبدع لحاله، لكن مساعد الفوزان هو الأساس. مساعد الفوزان ولا أبو سروال؟ أوه لا تخيرني بينهم، والله الاثنين رهيبين. محتوى أنا بتابعه يوتيوب تحدي ال30. مساعد الفوزان ولا محمد عدنان؟ بس لأقول لك سر عني قبل الجواب، أنا من الناس اللي ما بتابع مباريات إلا النهائيات. يعني أنا محمد عدنان متفرج على فكرة بتحدي المعلومات، بس كقناة محمد عدنان يعني كثير نادر لأني تابع فيديو. خليني أقول مساعد الفوزان. طيب من المعلقين يا بشار، فهد العتيبي ولا فارس عوض؟ فارس عوض. فارس عوض ولا حفيظ دراجي؟ فارس عوض. فارس عوض ولا رؤوف خليف؟ والله صعبين. رؤوف خليف أنا بحسه أقدم هيك، بحسه له ذكريات معي أكثر بكثير، يعني عرفت. بس فارس عوض كمان رهيب بالنسبة لإلي. والله ما بعرف. ممكن أقول رؤوف. من كوكب آخر نيمار جاء من كوكب زحل. طيب رؤوف خليف ولا عصام الشوالي؟ عصام الشوالي بالنسبة لي هو التوب 1. ترسل كرة فيرمين نعرف انك حضرت تتويج ميسي بكأس العالم، احكي لنا شو شعورك كمدريدي لما حضرت هالمباراة؟ انا بالبداية لما فتت على المباراة كان نفسي ميسي ما ياخذها. بنص المباراة لا والله من جد كان نفسي ميسي انه ياخذها، لانه حسيت انه بيستاهل. اسطورة. شيل يا توين العمر شيل. يعني انت بالاخير عم تحكي عن اسطورة بعالم كرة القدم، فانه يوصل لهيك مرحلة. انا لما شفت الارجنتين تجيب وفرنسا ترد عليها، الارجنتين تجيب فرنسا ترد عليها، زعلت عليه. حابين تحكي لنا رأيك بتوقعات محمد عدنان الدقيقة جدا وحتما وقطعا؟ يا أخي لا، شوف أنا بصراحة بشوفه مظلوم فيها، لأنه الناس بتحب الجانب المظلم من الشخص. فلما هو يجيب 1000 توقع صح الناس ما بتحكي عليه، بس لما يغلط بواحد بينتشر عنه بشكل مش طبيعي. لكن محمد عدنان
شاب شاطر وشاب ما شاء الله عليه، يعني توقعاته هيك. وبالاخير انت كرة قدم مستحيل انك تقدر تتوقع كل شيء فيها صح، ولو كنت بتقدر تتوقع بكرة القدم صح فحتكون هي لعبة مملة. مين بتتوقع يفوز بالدوري الإسباني بالموسم الجديد؟ اتمنى ريال مدريد، لكن اتوقع برشلونة. وبدوري أبطال أوروبا؟ والله لو بيعملها تشابي الونسو بيجيبه الموسم الاول بيكون بريء عليه مثل ما نقولهم بالسوري. بالإذن من مساعد الفوزان، هلأ رح نلعب مع بشار عربي لعبة ذاكرة صغيرة. مين هو هداف ريال مدريد التاريخي؟ كم هدف سجل؟ كريستيانو. كم هدف؟ 453 و50. طب حلوة هي صح. طيب مين هو هداف نيوكاسل التاريخي؟ صعب هذا جيبه يا أخي. روبلي؟ ما أظن روبلي، لا ألان شيرر. صحيح. مين هو هداف ليفربول التاريخي؟ محمد صلاح. خطأ يا بشارو، والله؟ هداف ليفربول هو آيان راش. لا ما بعرفه. لا بس محمد صلاح هو أسطورة ليفربول. رح ننتقل لمحتوى بشار عربي. اليوم عم نشوفك عم تحاول مرتين وثلاثة وأربعة لينجح معك تحدي أو حركة معينة بفيديو اليوتيوب. شو مدى شفافية هالشي؟ نحن محتوانا شفاف إلى أبعد حد ممكن. يعني أنا لما بقعد بحركة ساعة بقول أنا قعدت ساعة، لما قعدت بحركة نص ساعة بقول أنا قعدت نص ساعة. بس خليك واثق إن الحركة اللي أنا بقعد فيها ساعة لو جبت مين ما جبت ممكن ما يخلصها بيوم. في واحدة من التحديات تبعي هو أكبر تحدي أخذ معي وقت، قعدت فيه 10 أيام، نشرته على السوشيال ميديا ونشرت قصته وقلت أنا عم بفتخر بالعكس إني أنا قعدت فيه 10 أيام. خلي الرجال يقعد بتحدي 10 أيام يورجيني كيف بده يطلع منه. بشار كان عنده موهبة بسيطة واحتاج لتدريب وتطوير، أو بتشوف كان عندك موهبة فذة وظهرت مباشرة؟ لا أظن إنه موهبة بسيطة واحتاج تطوير أكثر بالذات بالتصوير. لما التقيت بكريستيانو رونالدو حسيت إنك حققت حلمك؟ لا أنا لما التقيت فيه كان فقط حكيت معه، لكن إنه نلعب هذا بالنسبة لي هذا هو الحلم فعلا. Guys, please. يلا بتحقق كل أحلامك ومنشوفك أقوى صانع محتوى رياضي بالعالم. كلمة أخيرة من بشار لجمهور بوستا فيو. رسميا بحبكم كثير.